السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى ثانوي، يا رب تكونوا بخير وسعادة مع المحاضرة المنتظرة، محاضرة التربية الدينية الإسلامية علشان امتحان آخر السنة للدين. وأنا صديقي النهاردة مش هشرح الدين من ملزمة عادية، ولكن احنا هنشرح الدين وهنحل الأسئلة بتاعة كتاب المدرسة، لأن أسئلة كتاب المدرسة هي الأقرب لامتحان آخر السنة. وكمان للصراحة وللأمانة علشان الأمر يكون طيب من أوله إلى آخره، أنا أستاذ بلال الضرعمي، وهذه الملزمة لأستاذنا الفاضل أستاذ أحمد فرج. صراحة أنا لقيت الملزمة ديت ولقيت الملزمة جميلة جدا، رائعة جدا، فمرضتش أنسبها لنفسي اكتب عليها اسمي، لاني طبعا دوت هيبقى حرام، وانا ما قدرتش اوصل للاستاذ فسبت اسمه على الملزمه زي ما هي. وطبعا الامر مجاني تماما، سايب المحاضره على اليوتيوب مجانيه تماما حتى لا يكون فيه اثم في اي شيء. فنرجو الله ان يبارك في مجهود استاذ احمد فرج، وان يبارك في اعداده، وان يبارك في ماله. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره المطففين. شوف يا صديقي، بدايه سورة المطففين في جزء عامة، يعني أعتقد إن المفترض أي واحد فينا يكون حافظ على الأقل جزء عامة. وسورة المطففين هي سورة صراحة جميلة قوي، مش بس بتتكلم عن الميزان، لكنها بتتكلم عن أشياء ممكن تخلي مالك حرام لو أنت فرطت فيها. فنظرة سريعة لسورة المطففين ثم ندخل على الدرس اللي بعده. قال الله جل وعلا: ويل للمطففين. سورة المطففين سورة مدنية وليست مكية، مدنية. وانت لو عاوز تعرف سريعا السورة المدنية تعرفها منين والمكية تعرفها منين؟ المكية بتخاطب أهل مكة، صح، اللي هم كانوا مشركين. أما المدنية بتخاطب أهل المدينة اللي هم المسلمين. فالفرق ما بينهم أن المكية وهي تخاطب أهل مكة هي تخاطبهم في الإيمان بالله، أما المدنية تخاطبهم في العبادات والأحكام والمعاملات. فالله عز وجل يكلم الناس هنا في المعاملات وبيخاطب أهل المدينة. فقال: ويل للمطففين. ويل يعني هلاك أو واد في جهنم للمطففين. من هم المطففين؟ الذين ينقصون في الميزان، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. بيفسر بقى المعنى، لما بيجوا يوزنوا لنفسهم يستوفون، يعني يأخذون حقهم كاملا. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لما بيجوا يوزنوا للناس بيخسروهم في الميزان، يعني بينقصوا من الميزان. فقال الله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. سيبعث هؤلاء الناس ليوم عظيم. ما المقصود باليوم العظيم؟ هو يوم القيامة. قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. الكتاب اللي هو الكتاب اللي مكتوب فيه كل الأعمال لفي سجين. سجين يعني النار. وما أدراك ما سجين؟ هل تعلم ما هي سجين؟ كتاب مرقوم. مرقوم يعني مسجل فيه كل الأعمال. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. قلنا كلمة ويل معناها هلاك، هلاك في اليوم ده للمكذبين. من هم المكذبين؟ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا، لما بيقرأ عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني دي حكايات وقصص للأولين. كلا بران على قلوبهم. ران يعني غطاء على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وضع على قلوبهم ران، غطاء، لئلا يفقهوا الواقع والحقيقة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ، في اليوم ده يوم القيامة، لمحجوبون. وهذا عذاب كبير، أنهم يحجبون عن ربهم، لا يرون ربهم. وإن اللذة، كل اللذة، ليست في الجنة وفقط، بل إن الزيادة وألذ من الجنة هي أن يرى المؤمنون وجه ربهم جل وعلا. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، وزيادة وهي رؤية وجه الله الكريم. ثم إنهم لصالوا الجحيم. مش هيشوفوا ربهم وكمان هيدخلوا الجحيم اللي هو الجنة. ثم يقال: هو ده، هذا الذي كنتم به تكذبون. هو ده اللي انت كنت بتكذب بيه اللي هو يوم القيامة.
ويقول العكس: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كتاب الأبرار الأخيار في عليين، يعني الجنة. وما أدراك ما عليون. أنا عاوز حد هنا يقول لنا لماذا كلمة عليين جاءت بالياء وكلمة عليون جاءت بالواو؟ يعني هي نفس الكلمة، ليه هنا جت بالياء وليه هنا جت بالواو؟ كتاب مرقوم يعني مسجل فيه كل شيء يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم يعني في الجنة، على الأرائك. الأرائك مفردة أريكة، قاعد ومستريح على الكنبة وبينظر. تعرف في وجوههم نضرة. نضرة يعني جمال، جمال النعيم. تنظر إلى وجهه فترى جمال النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك، في هذه الأشياء فليتنافس المتنافسون. التنافس كل التنافس يجب أن يكون في طاعة الله وعبادة الله جل وعلا. ومزاجه من تسنيم يعني ممتزج بإيه؟ من تسنيم. عينا، تسنيم ديت بقى معناها إيه؟ عينا يشرب بها المقربون الذين قربهم الله جل وعلا. إن الذين أجرموا أذنبوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني بيضحكوا بيستهزئوا بيسخروا من الذين آمنوا، فيها تقديم وتأخير. وإذا مروا بهم، لما بيمروا بيهم بيتغامزون، يقعدوا إيه؟ يغمزوا لأنفسهم ويتكلموا عليهم. طبعا ده غلط. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، لما يروحوا بقى لأصحابهم وأهلهم فكهين مش فاكهين. فكهين مفردة فكه، وفكه يعني بيضحك بيسخر منهم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. بيقولوا عليهم إن هم ضالون، مش هم اللي صح. وما أرسلوا عليهم حافظين، لكن فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. تقديم وتأخير. الذين آمنوا يضحكون من الكفار، الحق ظهر ووضح. وهم على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وادي المعاني اللي بيناها. احنا هنسيب لك كل حاجة علشان لو عايز تاخدها سكرين. ادي المعاني تعدي عليها وتحفظها عشان هنجيلك اختيارات. وادي التفسير اللي بيناه. ثم يقول الله جل وعلا، طبعا التكملة هتكون في سورة المطففين، لكن الباقي ممكن يسألك في معنى أو يسألك في تفسير أو يسألك في شرح. فقال الذين يأكلون الربا. ما هو الربا؟ هي الزيادة المحرمة في المال. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. المعنى يتخبطه يعني يصرعه على الأرض، والمس يعني الجنون. اللي بيأكل الربا ربنا شبهه بكده. ليه بقى؟ قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. لا، البيع مش زي الربا. لا، ما تجيش انت تقنع نفسك علشان انت عاوز تشتري حاجة فتقول إن هي حلال وفيها ربا، أو إنك تحلل لنفسك. البيع مش زي الربا، بل أحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ما سلف يعني ما مضى، وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما بالنسبة، شوف الملزمة صراحة جميلة والله، يعني بارك الله فيك يا أستاذ أحمد. يا ريت أستاذ أحمد يكون يعني شايفنا دلوقتي أو سمعنا، ويشوف مجهوده اللي الناس بتشتغل منه صراحة، يعني عشان يكون مبسوط أكتر. ويا ريت كمان إن هو حد يقدر يوصلنا بيه أو يوصل لينا يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف منظم الآيات القرآنية ثم الأحاديث ثم الدروس. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، إذا اشترى سمحا، إذا اقتضى. يعني إيه؟ هنا ربنا بيرحم الشخص لما يكون عنده سماحة وهو بيبيع، سماحة وهو بيشتري، سماحة وهو بيقتضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر على صبرة طعام. صبرة طعام يعني كومة طعام، يعني طعام كده موجود. فأدخل يده فيها، حط إيده كده، فنالت أصابعه بللا. يعني إيه؟
شايف في فاكهه مرصوصه كده زي هرم الفاكهه اللي بنشوفه كده في الشارع عند بتوع الفاكهه. فالنبي راح حط ايده كده، فلقى ايه لما حط ايده في النص؟ لقى بلل. يعني ايه؟ يعني الفاكهه من النص كده بايظه، يعني الراجل من فوق حاطط الفاكهه الحلوه ومن جوه ومن النص حاطط الفاكهه البايظه. فقال ما هذا؟ ما هذا الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله، السماء مطرت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ولا انت مخبيه جوه فتيجي الناس تشوف اللي من بره، واللي من جوه دوت يبقى ايه بقى؟ انت تروح معبيه للناس والناس لما تروح البيت تتغش. فقال النبي من غشنا فليس منا. القيم دي يا جماعه لازم نتعلمها. القيم دي لازم تكون مطمئن بيها قلبك وتنفذها في حياتك. تخيل النبي بيقول من غشنا فليس منا. يعني ايه فليس منا؟ يعني ليس منا معشر المسلمين. فما ينفعش انك تغش كده الناس، ما ينفعش انك تخدع الناس، تبين حاجه للناس ويجوا لما هم يشتروا الحاجه لو حاجه تانية. يجي واحد يشتري منك عربيه تقول له لا ده العربيه فابريكا، دي ما فيهاش حاجه، دي زي الفل، دي جامده قوي، دي احسن عربيه من 2030 يعني حاجه. وهو ياخد العربيه، لا العربيه عطلت بيه، وانت كنت بتقول الكلام ده كله عشان تبيع العربيه وخلاص، او اي حاجه عاوز تبيعها. لا، في حاجه تبينها للراجل لانه كده كده هيعرفها. بس لما يعرفها بعد ما يشتري، هل انت كده فرحان ان ربنا بارك لك في الفلوس؟ لا مش هيبارك. انت خدت الفلوس بس هيبارك؟ لا مش هيبارك. طب الفلوس دي انت خدعت بيها حد؟ خدعت بيها حد. طب الراجل هيدعي عليك؟ هيدعي عليك. فربنا هيبارك لك في الفلوس؟ لا. طب والفوق كده هيحصل معاك وتنخدع من حد زي ما انت خدعت حد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان يعني ايه؟ اللي بيشتري واللي بيبيع بالخيار ما لم يتفرقا، يعني على حسب هو يختار ايه. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. كل واحد يصدق المميزات والعيوب في البيع اللي هو بيبيعه. قال فإن صدقا وبينا، عشان في حد يقول لك ايه طب ما ممكن ما تتباعش. لا، انت بيعها لعبها وقول هو يبقى عارف، فيقول لك خلاص انا مش هيبقى بقى زعلان بعد كده، مش هيدعي عليك. انا عارف ان هي في 1 2 3 وانا هصلحه وانا واخدها على العيب دوت. فربنا يبارك لهم هما الاثنين في البيع، يبارك له هو في الحاجه اللي هو اشتراها ويبارك لك انت في فلوسك. وان كذبا وكتما محق بركه بيعهما، ما بقاش فيه بركه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله، يعني في كراهية الله، ولم تزل الملائكة تلعنه. يا صعب قوي. يعني اللي بيبيع حاجة ومش هيبينها تفضل الملائكة تلعنه والله يكرهه يمقته. طب هل تستاهل يا جماعة؟ رايح تبيع حاجة مثلا ب1000 جنيه عشان ربنا يمقتك والملائكة تلعنك؟ طب ما تبين العيوب اللي فيها. نزلت من 1000 ل 950، انت ما خسرتش 50 جنيه، لا انت كسبت 950 جنيه. لانك بدل ما كنت تاخد ال1000 جنيه بالحرام واللي اشترى منك الحاجه يشوف العيوب ويدعي عليك بعدين، لا ده انت اخدت 950 بالحلال وربنا يبارك لك فيها كمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5. انا عاوز الرجاله بقى تقول لنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5، قال اول حاجه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما علاقة الجملة دي بما قبلها؟ وإقام الصلاة، يبقى 1 الشهادة، شهادتين. 2 وإقام الصلاة. خلي بالك يعني إيه إقام الصلاة؟ عشان تكون مسلم إيه إقام الصلاة؟ مش إنك تصلي، لأ، إنك تحافظ على الصلاة في ميعادها وبأركانها وبخشوعها. طب اللي ما بيصليش أهو أسقط ركن من أركان الإسلام. فعارف ده معناها إيه؟ هسيبك تفكر دي معناها إيه؟ لما الإسلام مبني على ال5 أركان دول وإنت في ركن ما عملتوش، أنت عارف كده معناها إيه؟ التالتة وإيتاء الزكاة، يزكي. وصوم رمضان. هو في ناس لما بتيجي تزكي تقول لك أصل الفلوس هتخلص، لأ،
انت لما بتزكي ربنا بيزيدك، انت فاهمها غلط. انت تزكي فربنا يزيدك ويبارك في مالك وفي صحتك وفي وقتك وفي اهلك وفي بيتك وفي طعامك وفي عملك، وصوم رمضان وحج البيت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا، يعني احموا واحفظوا اموالكم بالزكاه. شوف، عايز تحفظ مالك وتطهره وتزوده يبقى بالزكاه. وقال: داووا مرضاكم بالصدقه، يعني لو في عندك مرض عضال مش عارف المرض ده تعالجه ازاي، حار فيه الاطباء مش لاقي له علاج، تعمل ايه؟ تتصدق. طب يا استاذ ده مين بقى الدكتور اللي قال كده؟ افضل طبيب في العالم هو اللي قال كده، النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي قال: داووا مرضاكم بالصدقه. هتقولي طب يا مستر، طب ماشي انا فوق راسي، خلينا نتكلم بالعقل. هو النبي جاب الكلام ده منين؟ اتى النبي بهذا الكلام من الله جل وعلا. فعندك كلمه تاني؟ يبقى داووا مرضاكم بايه؟ بالصدقه. وكمان قال: داووا مرضاكم بالصدقه وردوا نائبة البلاء بالدعاء. يعني النائبة اللي هي المصيبة، والبلاء اللي هو المرض أو الشدة أو المحنة بإيه؟ بالدعاء. يعني لما تقع في شدة في محنة تدعو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. يعني إيه؟ ثلاثة مسافرين فليؤمروا أحدهم، يخلي واحد منهم هو اللي إيه؟ هو اللي له مقاليد الأمور، هو اللي يقول: يلا يا جماعه يلا ننام، يلا نقوم عشان ناكل، يلا عشان نعمل كذا، يلا عشان نعمل كذا، عشان ما يحصلش اختلاف ويبقى في نظام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتقول لي يا استاذ هو فين الدروس بقى؟ لا، ما هي مترتبه كده: قران، بعد كده حديث، بعد كده الدروس. فقال: ارحم امتي ابو بكر. ارحم رجل في امتي ابو بكر، واشدهم في دين الله عمر بن الخطاب، واصدقهم حياء يعني اكثرهم حياء عثمان بن عفان، وأقضاهم في القضاء يعني في الحكم علي بن أبي طالب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم يعني اللي بيحافظ على الفرائض زيد بن ثابت، وأقرأهم يعني أفضل حد بيقرأ كتاب الله أبي بن كعب. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة عبيدة بن الجراح. بجد يا بخت كل واحد فيهم لما النبي يذكر اسمه بنفسه في الحديث ويذكرهم الناس الى يوم الدين. بمناسبه بقى الحديث الجميل دوت، انا قلت انا لازم اغير اللوكيشن ورايا واقعد جنب الشجره الجميله دي علشان نشوف الحديث الجميل ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. يلتمس يعني يطلب فيه العلم، سهل الله له طريقا الى الجنه. يعني تخيل بس ان طلب العلم اللي انت هتطلبه علم ايه بقى يا استاذ؟ اي علم مفيد. يعني اللغه العربيه علم، تربيه دينيه علم، رياضه علم، انجليزي علم. ايه النتيجه؟ سهل الله له طريقا الى الجنه. يعني العلم طريق للجنه، يعني الدرس اللي انت بتاخده طريق للجنه، يعني المدرسه اللي انت بتروحها عشان حصه تتعلم فيها طريق للجنه. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم. من خرج في طالب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. عارف يعني ايه؟ في سبيل الله يعني ربنا بيحميك كأنك بتجاهد لغاية ما ترجع. يعني احنا لو نوينا النوايا ديت واحنا رايحين ناخد الدرس واحنا رايحين المدرسة، الموضوع يبقى مختلف. انك راح تتعلم بجد فتاخد حسنات وتبقى في سبيل الله ويسهل لك طريق للجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. واحد، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. خلي بالك، هو كلمة حسد هنا مش قصده حسد انك تحسد الناس، لا، المقصد انك لما تفكر تقلد حد وشايف ان حد فيه نعمة، الاتنين دول، حد معاه مال
فهو بينفقه في سبيل الله على مرضاة الله، بينفقه في الحق. والتاني رجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا. عارف ليه؟ عشان يوم القيامة. وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. جزء واحد بس في الدنيا، يعني كل الرحمة اللي انت شايفها في الدنيا دي جزء واحد بس، لغاية ما الفرس بترفع حافرها رجليها كده عن ولدها الرضيع الصغير خشية أن تصيبه، يعني خوف إنها تدوس عليه. وفي رواية: إن لله رحمة أنزل منها رحمة واحدة، إن لله رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. إيه هم الهوام؟ لا الحيوانات أو الحشرات. يتعاطفون بها ويتراحمون، وبها تعطف الوحوش على ولدها. وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. إن ربك لغفور رحيم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. لما تخيروا ما بين حاجتين يختار الأسهل بس ما يكونش حرام. فإن كان إثما، لو كان حرام كان أبعد الناس عنه، يبتعد عنه. لكن إحنا دلوقتي لما نيجي نخير ما بين حاجتين ومحتاجين الحاجة دي ضروري، فنقول إيه؟ خلاص ما هاخدها وربنا غفور رحيم. لا ما ينفعش. هعملها وربنا غفور رحيم. لا ما ينفعش. حرام تسيبه فربنا يعوضك لا محالة. عندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن الله قد فرض عليهم الحج، وسأل سائل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. الراجل قعد يكرر: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ فالنبي ساكت لغاية ما كرر 3 مرات. فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ما كنتش هتقدروا تعملوها. ثم قال: ذروني ما تركتكم. ذروني يعني اتركوني، يعني سيبوني، طالما أنا سكت اسكتوا. فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. ما تسألش على حاجة خلاص. وكثرة واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. رحال يعني جماعة عن السفر، هتسافر عشان مسجد يبقى 3 مساجد بس: المسجد الحرام اللي هو الكعبة، ومسجدي هذا في المدينة مسجد النبي، والمسجد الأقصى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت، فإنها لا تنفي إلا خبثها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل، آخر حديث، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. فالنبي بيدعو للمدينة وأهل المدينة ان ربنا يجعل فيها ضعفي 2 ضعف، يعني ما جعل بمكة من البركة. وقوله: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وعشان كده صراحة الناس يروح المدينة بيتبسط جدا في المدينة المنورة. بعد كده بقى الدروس سريعا، وانا عاوزك كده معايا في كل حاجة تاخدها كده سكرين على طول عشان تقرأها تاني. يعني انا هشرح لك كل سؤال بسرعة وانت تاخدها سكرين معايا. ادي الوحدة الأولى: اذكر آية قرآنية توعد الله فيها من يطففون الميزان، اللي هي طبعا سورة المطففين. اكتب حديث يدعو إلى السماحة في البيع والشراء: يا رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. للبيع أركان 4 اذكرها. ايه ال4 أركان بتوع البيع؟ لما بتيجي تبيع أكيد هيبقى المشتري والبائع، أدي الطرفين، والمبيع اللي هي الحاجة اللي بتتباع، وصيغة العقد اللي بيتكتب ما بينهم. أدي 4 أركان. للبائع والمشتري صفات لابد أن تتوافر فيهما، اذكر هذه الصفات. خد بالك، اتعلم الحاجات دي، يبقى لازم تكون عارفها عشان لما تكون بائع أو مشتري تكون متذكر الحاجات دي وتطبقها. فقال: من صفات البائع لابد أن يكون مالكا لما يبيع، وإلا هيدخل فيها الربا. لازم تكون مالك الحاجة.
أو مأذونا له في بيعه رشيدا، أو حد أذن له إنه يبيع. أما من صفات المشتري لابد أن يكون له حق التصرف، يعني هو اللي معه حق التصرف في المال عشان يشتري. على ما تقوم العلاقة بين البائع والمشتري؟ تقوم على الإيجاب والقبول بين الطرفين، إن الطرفين موافقين، ما يكونش مغصوب على حاجة. هل كل شيء يمكن أن يباع؟ لا، وإنما يباع إيه؟ حاجة ما تكونش حرام بس. ما الإطار الأخلاقي الذي وضعه الإسلام لكل من يبيع سلعة؟ إن هو يبيع حاجة حلال، حرام لا. إن يكون يتحلى بالأخلاق الحسنة، صدق وأمانة، لو في حاجة غلط أو فيها عيوب يبينها. إنه يتاجر في الطيبات، يعني يجتنب أي حاجة حرام، وأن يؤدي الحقوق لأصحابها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الآية تضمنت نهيين. النهي الأول نهي عن أكل أموال الناس بالباطل، يعني ما تاكلش أموال الناس بالباطل، ما تاخدش أموال الناس، ما تسرقش أموال الناس. والنهي عن قتل النفس، قتل النفس سواء نفسك أو أولادك أو أي حد، ما تنتحرش. متى يحل مال المسلمين لآخذيه؟ إذا كان بطيب نفس. هتاخد مني حاجة تاخدها بطيب نفس مني، يعني أنا راضي إن أنا أدالك، مش غصب عني. ما العقاب الذي أعده الله للمطففين؟ قال: العذاب الشديد في النار، الجحيم، لأنهم يعطوا الناس حقهم ناقصا. نهى الله عن الترويج للسلعة بالكذب، صح؟ وإلا هيضيع منها البركة. بالصدق تحل البركة في التجارة، وبالكذب تزول البركة، وده الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من شوية. لا يكون البيع صحيحا إلا إذا توفرت فيه 7 شروط: التراضي بين المتبايعين، الاثنين راضيين، وأن يكون العاقد له حق التصرف، اللي بيبيع له حق التصرف، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، الحاجة اللي هتتباع فيها منفعة، أن يكون من مالك أو ممن يقوم مقامه، يعني الشخص اللي بيبيع بقى يكون هو صاحب الحاجة أو حد أذن له إنه يبيعها. أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، هقدر أسلمه لك، مش أنا أقول لك يلا هنبيع ونيجي عشان ناخدها ما أقدرش أسلمها لك. أن يكون المبيع معلوما برؤيته أو وصف منضبط، يعني إيه؟ يعني أكون أنا وريت لك صورة للحاجة اللي بتتباع دي، أو وصفت لك وصف دقيق. في بقى بيوع حرام زي إيه؟ زي الخمر والمخدرات بجميع أنواعها، بيع الربا، وحاجة لو مسروقة أو مغصوبة يعني واخدها خصب، أو بيع النجش، أو بيع لحم الخنزير ولحوم الحيوانات النافقة اللي هي إيه؟ الضارة أو الميتة. أما يعني إيه بقى بيع النجش؟ هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها عشان يخدع المشترين، زي ما بنشوف في المزاد. من البيوع المحرمة بيع المجهول. إيه بيع المجهول؟ قال له حاجة أصلا ما شفتهاش، فاشتري حاجة أنا ما أعرفهاش، فلما أروح بقى نخدع بيها. وبعد كده أسئلة كتاب المدرسة اللي هي تقريبا نفس الأسئلة اهي، عشان تاخدها سكرين. دي أسئلة كتاب المدرسة. ندخل على الدرس الثاني، يعني ندخل دي الأسئلة بتاعة الملزمة، وندخل على تمام، ندخل على الأسئلة. ماشي. مفهوم القيادة وما المهام التي يقوم بها القائد؟ القيادة هي بمثابة الرأس من الجسد، فالقائد لازم بيقود الناس إلى الطريق الصحيح. أما أسس القيادة هي التخطيط والتنظيم وتفويض السلطة. يعني تفويض السلطة يعني خلي حد من بعدي يعمل نفس الكلام اللي أنا بعمله. أما القيادة ترتكز على مجموعة مقومات زي الشورى والجرأة والصدق وطبيعة العمل والتفاؤل. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل وأعظم قدوة. وملامح التجديد التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتمع الجديد: بناء مسجد، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وتكوين اتحاد يضم كل سكان المدينة، وعقد المهادات بينه وبين غير المسلمين عشان تضمن لهم حرية العقيدة. كيف طبق الرسول صلى الله عليه وسلم نظم القيادة في الدولة الإسلامية؟
كان بيمثل السلطة العليا في الجهاز الإداري، وبعد كده بيختار من يعاونه من المسلمين، ويختار كمان مجلس شورى عشان يستشيرهم في الحاجات اللي هي محتاجة آراء. ورأي الشورى دائما بيصل به الناس، ده كله كده بيتكلم على الشورى، يصل به الناس إلى البركة في الاختيار. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك أمر التخطيط للحرب للشورى؟ صح. كان حذيفة بن اليمان صاحب سر الرسول؟ صح. وعلي بن أبي طالب يكتب العهد والصلح؟ صح. لا يشترط من مقومات القيادة التعرف على طبيعة المجتمع؟ غلط، يشترط. الوحدة الثانية، عانق الإسلام العلم في أول آيات نزلت بالقرآن الكريم، وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، في أول آية نزلت في القرآن تدل على العلم. ومن الأحاديث التي وردت في فضل العلم اللي ذكرناها في بداية الفيديو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما أو يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال الله جل وعلا: وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني أشد الناس مين اللي بيخشى من مين؟ العلماء بيخشوا من الله. يبين الله جل وعلا أن أكثر الناس خشية وخوفا منه هم العلماء. والعلم في الإسلام ليس علما دينيا وفقط، بل علما دينيا وعلما دنيويا. العالم العامل أفضل من العالم غير العامل، فالعلم والعمل مع بعض. والله جل وعلا جعل الإنسان خليفة في الأرض لكي يعمر، والإسلام أمرنا أن نهتم بتراث أسلافنا لكي نستفيد منهم ونبني عليهم. والحضارة الإسلامية تتميز بأمرين: دينية وعلمية. والمسلمون اهتموا بكل العلوم والمعارف. وجهود جابر ابن حيان كان من أوائل العلماء الذين أدخلوا المنهج التجريبي في أبحاثهم، فكان من مؤلفاته كتاب السين وكتاب الخواص. وأبو ريحان البيروني ده حاجة عظيمة بجد، حاجة عظيمة عظيمة في كل شيء، يعني دخل فيه علوم كتير. وكان من العلماء محمد ابن زكريا وابن النفيس المصري. وعندك أسئلة صح وغلط، وندخل على الدرس الثالث. بنت الشاطئ هي عائشة بنت محمد، وكنيتها بنت الشاطئ، وكانت أديبة الفقهاء وفقيهة الأدباء، وكانت تعيش في أسرة تحب وتقدر العلم، وهي نموذج للمرأة المصرية المسلمة العاملة العالمة، نموذج مضيء صراحة، ولها كثير من الإسهامات في العلم. أنا عايزك بقى تاخد دي سكرين. تولت كثير من المناصب، خلي بالك عشان ده سؤال مهم، زي أستاذة للغة العربية بجامعة عين شمس، وأستاذة للنقد الأدبي في الكثير من الجامعات المصرية والعربية، وأستاذة للتفسير والدراسات العليا في جامعة المغرب قرابة 20 عاما، وأستاذ زائر في كثير من الجامعات العربية في السودان والجزائر والسعودية. وتوفيت بنت الشاطئ وتركت لنا ثروة هائلة من الكتب والمؤلفات. بعد كده دي تدريبات وأنشطة كتاب المدرسة على الوحدة الثانية. الوحدة الثالثة اللي هي الوحدة الأخيرة، بدل ما ناخد أسئلتها درس درس، ادي الأسئلة بتاعتها لو أنت عاوزها تاخد كل سؤال سكرين، وعشان ما نطولش عليك هندخل تدريبات وأنشطة كتاب المدرسة. وده هتبقى الأهم كده كده زي ما اتفقنا. مظاهر الرحمة التي تلمسها بحواسك في الكون هي رحمة الطيور، ورحمة الأمهات بصغرها، ورحمة الأم بأولادها، ورحمة الأب بأولاده. ومن مظاهر رحمة الله بعباده إرسال الرسل والكتب السماوية، إنه الله عز وجل أرسل الرسل والأنبياء وأنزل عليهم الكتب السماوية لبيان شرع الله وطريق الجنة أو النار. فقال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا. ودي الأسئلة بتاعت الملزمة. ونروح على خلي بالك من واجبات الحج، وهنروح على الأسئلة بتاعت كتاب المدرسة.
فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب1000 صلاة فيما عدا إلا المسجد الحرام. يسروا ولا تعسروا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز ما كان عنده، وكان يختار من الأمر أيسره وأسهله. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وده معناه أن الأكثر في الإيمان هو الأكثر في الاختبار. لم يحرم الإسلام من مات أو مرض مرضا شديدا من أن ينيب عنه من يحج. يعني لو حد مات ممكن حد يحج عنه، بس بشرط أنه يحج عن نفسه أولا. ثم الكتاب الإضافي. هود هم قوم عاد وصالح ثمود وموسى بني إسرائيل ومحمد للناس كافة. مصدر الشقاء البشري هم إنهم أعرضوا عن ذكر الله، ومعنى معيشة ضنكا يعني ضيق شديد وفقر شديد لمن يعرض عن ذكر الله عز وجل. والمقصود بليلة القدر هي الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم. ولكي تعيش النفس البشرية في أمن لابد أن تتخلص من أمور ثلاثة، وهي الخوف والهم والحزن والمكر. فأنت قادر أنك تتخلص من أنك ما تخافش وتسيب الحزن بقى وما تمكرش بحد ولا تخدع حد. لماذا ليلة القدر سلام وأمن؟ لأنها تذكر بالقرآن الذي إذا اتبعناه لأذهب عنا الخوف والهم والحزن. لماذا ليلة القدر خير من 1000 شهر؟ لأن الله جل وعلا كان يخاطب العرب على قدر عقولهم. وبعد كده أنشطة كتاب المدرسة اللي هي تقريبا نفس التدريبات في اللي احنا قلناه. هذا صديقي، وأسأل الله جل وعلا أن يكون في ميزان حسناتنا ووالدينا وحسنات صاحب الملزمة. وبعد أيها السعيد، إن شاء الله تنتظرنا في الفيديو القادم مع مراجعة كاملة في وقت بسيط للمنهج كله في فيديو واحد. منهج اللغة العربية في فيديو واحد فقط، اللي هو لو حضرتك بجد، لأن أنا مش هسيب لك معلومة، لو ذاكرته بجد هتكون مبسوط في الامتحان. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.